مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم حبايبي؟ اليوم أنا صارت لي مشكلة كلش كبيرة. طبعا كانت عندي صديقة، مو بس صديقة، يعني كانت أخت وأزمن أخت. مرة من الأيام قاعدين أنا وياها ومصلخين، يعني ما لابسين أي شي، ما لابسين ملابس، يعني بنات وبناتنا عادي. قامت صورتني وبقيت هاني ما قبلت الصور وقلت لها امسحي، قالت والله مسحتها. وبعدين قالت شنو انا صديقتك متأمنين بيها من هذا الحكي. ده كان أول تعليم منها. فاطمة الخلدي نجمة التيك توك العراقية تثير الجدل وتحقق شهرة واسعة. الحقائق وراء الشخصية المثيرة للجدل. تنشأ في عصرنا الحديث شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعد فاطمة الخلدي واحدة من هذه الشخصيات المعروفة على منصة التيك توك. تتمتع فاطمة بشعبية كبيرة ولها قاعدة جماهيرية واسعة في العراق والوطن العربي، حيث تنشر مقاطع فيديو ترفيهية تهدف إلى إسعاد وتسلية المتابعين بأسلوبها الفريد. العراقية التيك توكر فاطمة الخلدي تلقت العديد من الانتقادات والاستياء في الشارع العراقي والعربي وعلى منصات التواصل الاجتماعي بسبب بعض مقاطع الفيديو التي نشرتها. تساءل الكثيرون عن الأسباب والدوافع وراء هذا السلوك الغير أخلاقي. هل هو محاولة لجذب الانتباه أو هو مجرد غلطة في التقدير؟ Vou te comer, vou